المدير راح كافيتيريا الشركة علشان يتغدى، أخد قطعة لحمة زيادة، فالشيف الجديد زعق له ورجع منه القطعة اللي زودها، والسبب إن الشيف ده كان ابنه. الأب كان شاكك إن ابنه جاي يشتغل هنا وراه سبب تاني. طلع فعلا إن جاك عمره ما كان بياخد الشغل بجد، وكمان كان دايما بيعمل مصايب. جاك جه علشان يخلي أبوه يرجع له المصروف اللي قطعه عنه. أبوه ما كانش مصدق إنه هيستمر، وقال له لو اشتغلت في كافيتيريا الشركة 100 يوم كاملين كل الديون اللي عليك هتتسامح. جاك قال إن المرة دي مش هيهرب في نص الطريق، وكان في سبب تاني خلاه يكمل. من كام يوم عرف إن البنت اللي أنقذت حياته وهو صغير شغالة هنا هي كمان. من ساعة ما جاك وصل زادت الموظفات اللي بيجوا الكافيتيريا، بعضهم كان عايز جاك يزود لهم الأكل، بس جاك كان بيديهم الحصة العادية. لكن أول ما الست دي كانت بتيجي تستلم أكلها جاك كان بيفرح جدا، وكمان يديها لحمة زيادة فوق العادي. ابن عمه ومراته كانوا مش مصدقين ليه بيعملها معاملة خاصة كده. البنت دي كانت جميلة جدا وهي صغيرة، وناس كتير في المدرسة كانوا بيحبوها. كان حلمها تبقى نجمة، وكانت بتتدرب رقص كل يوم، بس أمها كانت رافضة. بعدين أنا دخلت مسابقة مواهب من ورا أهلها. أول ما أمها عرفت جريت على مكان المسابقة وسحبتها بالعافية، والخناقة بينهم كانت كبيرة جدا. أنا أول ما العربية وقفت هربت وقررت ترجع تكمل المسابقة. أبوها جري وراها من الخوف عليها، وفجأة عربية كانت هتخبط أنا. أبوها بسرعة زقها بعيد، لكن هو واقع على الأرض.